السلام عليكم. البلح اليومين دول رخيص ومال السوق، يلا بينا نستغل الفرصة ونعمل مربى من البلح الرطب بطريقة سهلة وبسيطة تنفع للفطار، تديها للولاد الصبح وهي رايحة المدرسة. معروف ان البلح قيمته الغذائية عالية. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونروح نشوف عملناه ازاي. جبت كيلو من البلح الرطب، تمنه دلوقتي 15 جنيه. هنقشره، لازم طبعا نقشره، وهنشيل النوى من قلبه. اظن مفيش اسهل من كده، ولو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك. وبعد كده هنحطه في حله، هتحطي ربع كوبايه من السكر وما تكتريش، هو مسكر بزياده، وهنحط كمان كوبايه من الميه وهنرفعه على النار. اول ما يغلي، يبتدي يغلي معانا كده، هتحطي عود من القرفه، عود صغير قرفه، وبعد كده هتسيبيه على النار نص ساعه على نار هاديه جدا. توطي النار على الاخر وتسيبيه نص ساعه كده، ياخد ويدي مع بعضه. طريقه سهله جدا وبسيطه. بعد النص ساعه بقى شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم ان الريحه كانت تحفه، ريحه البلح مع القرفه كانت اكتر من رائعه، والله طعمه رهيب. اظن مفيش اسهل من كده. عملناه وعبيناه في البرطمانات. يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشاركوه مع اصحابكم، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.